فيديو الطفل ده تحقق فيه معجزة أخبر النبي عنها من أكثر من 1400 عام. خلونا نشوف الفيديو وبعد كده نتعرف على هذه المعجزة. أول سجدة في سورة البقرة في آية رقم كام؟ في السجدة. أول سجدة في سورة البقرة مفيش. برافو. مفيش سجدة في سورة البقرة؟ طب معلش رتب لي مفيش سجدات في سورة البقرة خالص؟ ولا الرحمن ولا النساء ولا المائدة ولا الأنعام. أمال السجدة فين؟ هو أعراف رقمها 206. مش بس السورة دي اللي فيها سجدة. ماشي ماما. كم القرآن فيه كم سجدة؟ مفيش سجدة في سورة البقرة؟ 15 سجدة فين؟ في القرآن الكريم. 15 سجدة في القرآن الكريم. تقدر تقولي هم فين في وفين؟ كم سورة؟ في 14 سورة. دي فين؟ في ها؟ 14 سورة. ها؟ اللي هم ايه؟ ليه بقى 14 سورة؟ عشان في سورة فيها سجدتين. طب قولهم بقى. وأعراف الرعد، النحل، نصراء، مريم، الحج، دي السجدتين. الحج، الفرقان، النمل، السجدة، صاد، فصاد، النجم، الانشقاق، العلق. عايزة أعرف سمعني رقم صفحة 269. سورة إيه الأول عشان النحل. عمو يطلع لك؟ النحل. هو فتح 269 وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ممكن تسمع لي سورة الكهف؟ أقول الصفحة الأول 293. كم آية هم؟ يعني من آية رقم كام لآية رقم كام سورة الكهف؟ 110 في عدد الآيات. إيه؟ 110 في عدد الآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معظم الناس اللي شاهدوا الفيديو ده انبهروا بحفظ الطفل عنده 6-7 سنوات. امتى حفظ القرآن الكريم وهو أصلا مش مركز في أي أمر من أمور الدنيا، ما يعرفش حاجة عن الدنيا خالص، بل إن هو منعزل عن الأطفال، بل إن والده بيقول عنده توحد، بيقول ما يعرفش أي حاجة عن الدنيا خالص غير إن هو حافظ القرآن الكريم وحافظه بهذا الإتقان. وكمان بيخبر إن هو أصلا ما قعدش على المصحف كتير، يعني ممكن قرأ مرة ولا مرتين بالكتير. طيب أنا قلت في أول الفيديو إن الفيديو ده تحقق فيه معجزة. نعم تحقق فيه معجزة، لكن قبل ما أقول المعجزة التي تحققت أنا بدعو جميع الناس على وجه الأرض، المسلمين وغير المسلمين، بالله عليكم هل يوجد طفل من عمر هذا الطفل أو في سن هذا الطفل يحفظ أي كتاب من الكتب الأخرى بهذا الإتقان وبهذه الطريقة؟ طب ده ما يدلش على إن الكتاب ده في حاجة غريبة عن باقي الكتب؟ ده ما يدلش ان القرآن الكريم ده كلام معجز؟ هي دي المعجزة اللي انت اتكلمنا عليها يا شيخ؟ لا، مش دي المعجزة. المعجزة هي قول الله تبارك وتعالى في سورة القمر الذي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني رب العالمين بيقول سهلناه للادكار والاتعاظ وللحفظ فهل من مدكر. يعني لما نشوف طفل بالحفظ ده والاتقان ده في السن ده وما بذلش مجهود كتير، أفلا يدعون هذا إلى التفكير، إلى الادكار، إلى الاتعاظ؟ سهلناه للحفظ فهل من طالب للحفظ ليعان عليه؟ هل من طالب للفكر والنظر والبحث ليستدل على حقيقة هذا الكتاب وعلى صحة هذا الكتاب وعلى إعجاز هذا الكتاب؟ أنت متخيل طفل في العمر ده وفي السن ده ويحفظ القرآن بالإتقان ده؟ ده يخلينا نفكر شوية، يعني يخلينا نفكر. طبعا في بعض الناس هتقابل يقول لك انتوا بتستغلوا الطفل وبتحفظوا القرآن وبتعقدوه. القرآن عمره ما كان يعني بيعقد حد ولا كان عمره بيزهق حد، بالعكس ده اللي بيحفظ القرآن الكريم رب العالمين بيبارك فيه وبيبارك في عمره وبيجعله سعيد في الدنيا والآخرة. وهذا عن تجربة، مش هقول لكم طبعا أدلة، لا ده من خلال الواقع، عشان الكلام ده للمسلمين ولغير المسلمين، رسالة لغير المسلمين.
بالله عليك، انت كم مرة رحت مكان العبادة بتاعك وشفت العلماء بتوعك بيقرأوا كتابك من الورق، بيقرأوا كتابك من الكتاب نفسه؟ انت متخيل ان اصغر طفل مسلم حافظ القرآن بهذا الاتقان وبهذه الطريقة؟ ده ما يخليكش تفكر؟ ده ما يخليكش يعني تحاسب نفسك كده وتعمل ستوب وتدور على الفكر الصحيح وعلى الكتاب الصحيح لتتبعه؟ والله العظيم رب العالمين يقيم الحج على البشرية جميعا، حتى إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة لا يكون لأحد حجة على الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. فالله تبارك وتعالى يرسل آيات ليتعظ الناس وليأخذ الناس العبرة منها، فالآيات ديت نفكر فيها ونتدبرها. الأمور إن طفل يطلع حافظ القرآن بهذا الإتقان ما ننبهرش كده ونعدي الموقف كده عادي، لا، لازم نفكر في الموقف ده. الله تبارك وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي الجميع ويأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الحق والهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.